سلام البنات، مسا الخير، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. وانتم تشاهدوا معايا في فيديو اليوم اللي جيت نشارك فيه معكم هذا لي بيني. وصفه رائعه ناجحه، نتحدى اي وحده تجربها وما تنجح لهاش. راح نبداو مع بعضنا على بركه الله بعد الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. راح نبداو مع بعضنا في المقادير وطريقة التحضير. اذا نجيبوا لا ريسيبيون تاعنا نحطوها قدامنا. راح نجيبوا زوج كيسان تاع فرينه كيما راكم تشوفوا. انا بالنسبه لحجم هذا الكاس يهز 100 مليلتر. تقدروا نتوما تضاعفوا الكميات طبعا والحجم. راح نضيفوا معاه ملعقه كبيره تاع خميره فوريه، خميره الخبز. راح نضيفوا معاه ملعقه صغيره، يعني نصف ملعقه على راس الملعقه كيما نقولوا، خميره كيميائيه فاني. ملعقه صغيره تاع ملح. ملعقه كبيره تاع سكر. زوج ملاعق كبار تاع زيت. وملعقه زبده تكون بحراره الغرفه. المكونات كامله راح نخلطوهم مع بعضهم على يعني دفعه واحده مع كاس تاع حليب. انا في البدايه درت كاس الا ربع، لكن الفرينه تاعي يعني شربت لي هذاك الحليب، وبالتالي زدت ربع كاس، معناها هزت لي كاس تاع حليب. نخلطوا كامل المكونات كيما قلت لكم مع بعضهم الا الزبده بعد ما نلموا باش نديروها هي الاخرى. هنا راح تلاحظوا باللي يعني العجينه تاعنا راهي تتلصق، لكن سرعان ما يعني تتلم وتحكم روحها. راني قلت لكم نوعيه الفرينه تاعي انا شربت لي يعني الحليب بسرعه، معناها ما بقاش تتلصق لمده طويله. بعد ما نتاكدوا انها ولات تقدر تتجمل كيما راكم تشوفوا، ما تلصقليش في القاعده نتاع الريسيبيون تاعي، نحيها من لا ريسيبيون ونحطها فوق طاوله العمل تاعي، ونبدا نعجنها كيما راكم تشوفوا. نحاول نلم في البدايه، ما نقطعش، يعني عادي نورمال نجمع فقط لمده دقيقه كامله. بعد ما نتحصل على عجينه تجينا طريه وكل مكونات اختلطت مع بعضها البعض، والزبدة هذه كذابت ودخلت مع بقية المكونات، راح نتوقفوا على هذا العجن ونحطوها ونخليوها يعني ضعف الحجم تاعها لمدة 15 دقيقة. هنا نجيبوا صرفيطه تاعنا نحطوها اكوتي. كيما راكم تشوفوا انا ما نحيت لهاش، ما خرج لهاش طلوع، وهذا هو يعني لاستيس تاعنا. اذا خرجتي لها طلوع راح تعاودي من بعد تخليها تزيد تطلع، لكن اذا حليتيها بلا ما تخرجي لها طلوع راح تربحي الوقت اكثر. تحلي العجينه تاعك كيما راكم تشوفوا الى دائره تكون كبيره. بالنسبه للسمك ما تجيش رقيقه ياسر وما تجيش خشينه عفوا، لانها راح يزيد يضاعف الحجم تاعها. راح نجيبوا حاجه اللي نقصوا بها. انا استخدمت يعني هذا المول، وش هو الحبه تاعو راهي جات شويه صغيره، معناها اللي عندها ما اكثر منه يكون احسن. راح نقص العجينه تاعي، نقص منها هذه الدوائر ونخليهم يتخمروا. بين ما رحنا وغسلنا يعني الماعن تاعنا ووجدنا سنيوة القهوة تاعنا وكلش حوالي 10 دقائق يعني ماكسيموم، راح نلقاوها ضعف الحجم تاعها. نسخنوا مليح الزيت على النار. بعد ما نتاكدوا من انها سخنت راح نبداو نحطوا هذوكا لي بيني تاعنا. راح تلاحظوا باللي راني من نغطيهمش بزاف بالزيت، يعني في ساعه يطلعوا كيما راكم تشوفوا، في ساعه يطلعوا يتنفخوا من الداخل، يجي مهوي، يجي فارغ من داخل، يعني القشرتين يتباعدوا على بعضهم ويجينا من داخل فارغ. نحمروها على الجهتين، واذا لقينا الحواشي تاعنا يعني ما حماروش مليح، ما عليكم الا انكم تجيبوا هذاك اللي نحكموا به راح لي الاسم تاعو. المهم نحكموا به الليبيني تاعنا، يعني من الجهه اللي شفناها ما تحمرتش، ونخليوها تتحمر كيما راكم تشوفوا. يعني كي تعطيوها حقها في الطلوع، كيما راكم تشوفوا تتنفخ وحدها وتتقلب وحدها كيما راكم تشوفوا. حتى الحبيبات اللي ما تنفخوش من داخلك راح تلقاوهم خفاف. انا صارت لي مره برك ولا اثنين يعني حبيبات ما تنفخوش، لكن بقيت يعني الحبات كامل تنفخوا. بالنسبه لبقيه العجينه تعاودي تلميها، ما تحليهاش الفم. بعد ما تكملي طيبي هذه الكونتيتي الاولى ترجعي لها تلقايها طلعت شويه، زيدي عاودي حليها وقصيها حتى هي. انا قصيتها الى يعني شرائح، ما درتهاش دوائر كالولاد باش يقدروا يهزوها وياكلوها فقط. بعد ما نكملوا طبعا نقليوهم كامل. هنا عندك يعني حريه الاختيار في الحشو تاعهم. تحبي ديري له شوكولاته عطالي، معجون، سكر فقط. اذا ما بغيتيش بغيتي ديري فقط سكر في الوجه كما بغيتي، كل وحده طبعا والمقدور تاعها واش تحب هي.
كملت حبيباتي كامل كيما راكم تشوفوا. هاي ليكم كيفاه تجي من الداخل مهويه. عمروها بالكونفيتور. وبالنسبه للسكر باش يلصق من فوق بعد ما تبرد طبعا، انا ندهنها بالمعجون ومن بعد نرمضها في السكر، يعني باش تهزلنا هذاك السكر. يعني طبعا هذو كامل يبقاو حركات اختياريه، كل وحده دير يعني الحاجه اللي مالفه بها. كما قلت لكم كاين اللي يدير لها من فوق سكر كلاصي فقط، ما يديروش سكر حبيبات، كل وحده طبعا والذوق تاعها. وبالصحه والهنا.